مجموعة صحاب خلال 8 ساعات مروا بشوية مواقف غيرت لهم حياتهم 180 درجة. تقدر تسميها لعبة وتقدر تسميه قدر، لكن الحقيقة إن الناس اللي قدامك دي مستقبلهم كله معتمد على ال8 ساعات اللي جايين. طيب إيه الحكاية؟ وإيه الموضوع؟ اخبط اللايك ويلا نبدأ. بدايتنا مع طارق وأمنية وياسين، وبدقة أكتر طارق يا ورا الحوارات دي كلها، ومن كتر ما هو عيل محظوظ وحظه في رجليه ظهرت قدامه سارة بنت لابخة وبترغي كتير، فسألته إذا كان معاه شاحن أو باور بانك علشان تشحن موبايلها لأنها محتاجة تطمن على باباها التعبان، ده غير انها هتستخدم منه الGPS علشان تروح العاشر من رمضان. فالراجل طلع مجدع وعمل معاها واجب محترم وعرض عليها انه يوصلها بنفسه. مش محتاجه اقول لك انها ما صدقت لقت حد يوصلها بدل ما تتوه، ووافقت على كلامه. على زاويه تانيه بنشوف يسرا بتتخانق مع صاحبها شادي ومش عاجبها انه بيتحكم فيها، لان الراجل عايزها تمشي على كيفه وتقول له حاضر على اي حاجه. التانيه قالت له لا انا هوافق على اللي مقتنعه بيه وشايفاه صح، ولا انت عايزني اقول لك حاضر ونعم وخزوقك في ظهرك؟ اسمع كلمتين مالهمش تالت، انا هعمل اللي انا عايزاه بس، اما شغل السيد بتاعك ده تروح وتمشيه على حد